بصوا يا جدعان، احنا هنا بنهزر، حتى لو اتكلمنا جد، فما تزعلش. هنتكلم في مواضيع عامة. حتى لو زعلت. معلش. بصوا يا رجاله، خطة الماتشين الجايين هنلعب 5-4-1. النهارده برضه هو مش المفروض خطة كل ماتش ولا هو عامل بنفس التسلسل؟ بص يا معلمي، انا مش فاضي اعمل خطة كل ماتش، هما ماتشين الاهلي والزمالك. بصوا بقى، اللي هيعدي من نص الملعب والمصحف لعلهم اللي غاليهم، فاهمين؟ خير يا كوتشي، بس هو فين بقى الفريق؟ جايين في الميكروباص يا حبيبي، يبقى بلغوهم كده بخطة الماتش عشان انا عندي كده تحليل لازم اعمله. ألف سلامة عليك يا كابتن، تعبان من إيه؟ لا يا حبيبي مش تعبان، انا رايح احلل الماتش كده في السريع، سبوبه كده في السريع منه يعني. ايه ده؟ ايه الفورمه الجامده دي يا علا؟ ماشي بتعليماتك يا كوتشي. جدع علا، بس خفف انذارات. يا كوتشي ما أنت اللي قلت لها يا كوتشي اللي يقد منك اغرفه، وطول ما أنت واقف بتشتم اللعيبة ويستفزوك. ايوه يا ابني، اغرف للعيبه بس من غير ما الحكم يشوفك. وانت يا ابني شلط على الكوره كده على الجهه التانيه. ما بعمل كده في الكباتن والله. يا ابني انا عايزك تشلطها على الجهه التانيه مش علينا. فهو معايا كده يا ابني. يلا يلا يا جماعه، ربنا يوفقكم. وعندنا شعار لازم ما ننساهوش ابدا. مهما الارض تزلزل الهبيده عمرها ما هتنزل. مش هتنسى. ماشي، فاهمين اللي انا بقوله؟ انا مش فاهمه شخصيا. يلا سلام عليكم. قبل ما نبتدي الحلقة بس أنا حابب أقول نقطة معينة. أنا آسف، أنا عارف إن الصورة وحشة، عارف إن الصوت مش أحسن حاجة، بس إحنا قررنا إحنا التلاتة إن إحنا نبتدي بأقل الإمكانيات، فسامحونا يعني. وصباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت المحلي اللي بتشوفوا فيه الفيديو دوت. النهاردة الحلقة هنتكلم عن أنت بتنام؟ كان مرة يتعب ومرة ينام، فاهم؟ من الترابيزة بس. أنا عايز أضيف حاجة على كلام الأستاذ حسين. إحنا أهم حاجة عندنا المحتوى، يعني إحنا بنحاول على قد ما نقدر نقدم مواضيع، والمواضيع دي بنحاول نقدمها من وجهة نظرنا. يعني إحنا مش بننظر ولا بنعمل حاجة جديدة، هي المواضيع موجودة بس إحنا بنحاول نبرز وجهة نظرنا بس في الموضوع مش أكتر. يعني تحب تضيف حاجة للموضوع؟ انتوا زي الفل. لا، صباح الفل يا صباح معلم. الفل يا معلم. صباح العسل. إيه أخبار في الدوري بقى في الكورة عامة؟ مرموش راح السيتي خلاص. انا عايز اقول لك، انا من امبارح كميه ناس عماله تبعت مرموش هيلعب اساسي، مرموش بيلعب اساسي على دي بروين. عارف انت حاسس اللي هو ايه؟ انا شفت المشهد دوت قبل كده، اللي هو انا وصديقي زلاتان. مين؟ انا وصديقي زلاتان احمد حسام ميدو لما كان بيطلع يقول لك انا وصديقي زلاتان. زلاتان كان بيقعد يدك على ابراهيموفيتش. اه فاهم اللي هو شايفها بعد بقى ايه؟ بعد بعد فترة بعد زي 20 صلاح سنة كده كده. وبتاع وشغل صلاح لا سيبك من شغل بعد 20 سنه بقى، فاهم؟ عمر مرموش لما يجي يطلع يتكلم في برنامج هيقول لك ايه؟ دي بروين كان قاعد لي دكه، انا وصديقي دي بروين. اه اللي هو لا لا مش للدرجة دي. بص هو انا مش بتابع لا دي بصراحة عشان ابقى واضح. يعني هو حسين وحسام هيتكلموا اكتر، بس انا مش بتابع. بس انا يعني بقول زمان، يعني ايام زمان كانت في الكورة كنت بتفرج على ماتشات وكنت بتابع وكنت بركز في كل ماتش بصراحة. لكن قبل اكل الجواز. العيش قبل الجواز واكل العيش بقى. والله انا والله حسين انا بس مش عايز اقول يعني بقول ماشي، لينا بيت حسيت بنخاف ان منه. انت عايز تقولها فاللي هو فقلت. الشغل لهاني يعني. هنتكلم اول حاجه على اللعيبه المصريه. يعني ابدا حسام انت لعيبه اتكلم. مصريه. انا عن نفسي انا مش شايف ان في لعيبه في مصر اصلا سكه دغري بقى. هو مش سيلكت اول، مش هحط يعني مش كل في سنه واحده. بس مش هتقدر تعد لي 10 لعيبه في بيلعبوا في الدوري المصري. يعني معظم اللعيبه قصدك الحلوه محترفه. مفيش لعيبه، اللعيبه اللي موجوده عندنا من سيبك من المحترفين، تمام؟ اللي احترف دوت فاهم اللي هو نفد بجد، فلت ده لا فلت. عرف يهرب، لعبها صح، فاهم اللي هو قال لك يحرق دوت على دوت. طب السلام عليكم انتوا. وده مشكلتها في البيئه. يعني احنا عندنا اكيد موهبه، يعني في مواهب كرويه، بس هل المشكله ان البيئه الكرويه عندنا مش بتبرز سيبك من لعيبه؟ البيئه. بص في حته محمد صلاح كان لما اتكلم عن المنتاليتي اقول لك اصلا المنتاليتي هنا تفرق عن هنا، فاهم؟ اللي هو طريقه التفكير هنا غرب غير عندنا في مصر ومش عارف عندهم ايه. اكاديميات هناك الناس بيطلعوا طلعت لعيبة. اتريقت عليه، ومنتاليتي مين يا ابو منتاليتي ده؟ انت مش عارف من نجريج وما تتعوجش علينا. لا هو مش والفلاحين. بيتعوج،
هو مش بيتعوج، هو بيتكلم صح. معلش انا اسف يعني. محمد صلاح بيلعب، شوف بيلعب كام مره، بينزل يروح الجيم غير التمرينات بتاعت النادي، ومهتم بصحته ازاي. شوف عضلات جسمه لما بيجي يقلع التيشيرت، شوف باينه ازاي. تعال بص عندنا بقى في الدوري المصري، كروش محمد عمارة زمان انا كنت يعني معلش انا هجيب شويه. محمد عمارة ده كان وينج في الاهلي، وعايز اقول لك كان وينج فظيع. محمد عمارة والله كان كرش. ماشي. هو معروف ان هو كان عنده كرنوشه كان صغنونه كده بس كان كان شغال. بيجري. هو مين اللي كان بيجري يا ابني؟ وكان وينج ما اللي كانش في بيجري؟ مصر يعني، أنا بس بقى- طبعا ما احترفش يعني. هو ده جسم لعيب؟ لا هي دي مش عقليه فورمة لعيبه لا. سؤال، هي دي عقليه لعيبه؟ لا طبعا. فاهم؟ انا من وجهه نظري دي مش عقليه لعيبه. يعني احنا عندنا اللعيبه، فاهم، كل اللي مهتم بيه انه عايز ياكل، يلعب اساسي، وياخد ملايين. اه طب تاخد ملايين على ايه؟ انا عايز ملايين مش ماضي. بس انا عايز اتكلم في النقطه بس دي. في لعيبه تستحق، ما هو ده اللي زي بتكلم فيه زيزو، برضه. مع اني ماشي. اهلاوي بس ماشي. كلمه حق. زيزو اه زي إمام عاشور. امام عاشور، اه زي مصطفى شوبير. مصطفى شوبير اللي مش واخد حقه اليومين دول. يعني يعني كده انت عديت لي 3. ها كمل. ايوه ماشي، انا بعد لك، مش بقول لك ان مفيش خالص يعني، بس هو بقول لك بيقول أنت نسبه بت- نادره يعني. انت بتتكلم في 18 فريق في الدوري المصري، ده دوري مصري. بص يا صاحبي، صلي ده على لا النبي. سوري مش دوري مصري، انا اسف، دوري نايل اللي ماشي. قرروا يسموه كده. ماشي الدوري المصري، بس احنا اصلا عندنا مين في الدوري المصري؟ غزل المحله اسماعيلي، المصري، الاتحاد، الزمالك، الأهلي. الاهلي، بس فيوتشر. فيوتشر، لا، زد. انا بتكلم كفرق اساسيه، بتكلم كفرق اساسيه، مش انا كرجل اعمال وعملت نادي وفريق واشتريت لي لعيب. ده بالنسبه لي انا انت عندك مش- 18 دلوقتي نادي في الدوري المصري. عد لي اسامي اللعيبه البروفيشنال اللي الموهوبين اللي فعلا قليلين جدا فعلا، دي حقيقه. وعايز اتكلم السبب في كده ايه، ان هم مين بيخش النادي وبيخش النادي ازاي. يعني هذا ده الموضوع. هل انا بخش النادي عن طريق الواسطه، ولا عن طريق اللي في حد قريبي في النادي بيدخلني، ولا عن طريق ان انا موهبه. يعني والله كم من مواهب احنا بنشوفها في الشوارع بقى، بنشوفها في بيسموها ايه اللي انتوا بتعملوها التقسيمه. انتوا بتروحوا تلعبوا في ملعب وبتاع. كم من من المواهب المهدوره اللي الناس كتيره، ناس كتيره قوي لعيبه ومحترفه وموهوبه، ولكن ما عندهاش واسطه، ما عندهاش الضلع اللي في النادي اللي ممكن يوصلها. فده اللي بيخلي ان اللعيبه اللي بتوصل عشان واصله عن طريق الواسطه، طبعا مش موهبتها. ده للاسف في مجالات كتيره في مصر يعني. بص، هو ده بسبب، بس ده واضح قوي بقى في بسبب الكوره. الواسطه، وبسبب برضو ان مفيش حد بيكمل النفس للاخر. وضح لنا وجهه نظرك. يعني انا مثلا لو كان هدفي الكوره، فانا نفسي قصير بسبب نفسي انا، اللي هو انا مليت بسرعه، او بسبب اهلي. لا، شوف اكل عيشك وشوف دراستك، بعد كده فكر في الكوره بعد ده ما في تخلص. بس الفكره تتغير في المرحله الاخيره. يعني دلوقتي يقول لك الفكر انا اخلي ابتدى ابني لعيب عشان بيجيب ملايين طب دلوقتي. بص يعني معلش، ابتدى انا أفهم مع وصغير. احترامي لقصتك او قصته، معلش انا شفت ناس، سيبك من ان انا ما كنتش بعرف العب كوره، انا كنت بدعي ان انا بعرف العب كوره، ما بعرفش العب كوره. كلنا ما بنعرفش نلعب، بس حسين يعني بس شوية. انا شفت ناس شوية. قسما بالله عندهم مهاره. يعني انا لو جمعت 11 لعيب منهم، انا مش مدرب، انا مش لعيب، انا مش اي حاجه، انا هروح احط ال 11 دول في الملعب قصاد اي 11 لعيب تجيبهم بيلعب في الدوري المصري، هياكلوهم النجيله. ما انا بتكلم في كده. ما هو دي وجهة ولما نظري. تروح تسالهم هيقول لك معلش اصل ما كانش معايا وعلى وسط. فكره السرعه واللياقه عندهم برضو، السرعه واللياقه. لا القوه إحنا- البدنيه دي احنا الوصله حاجة دي تانية. متفقين عليها. انا بتكلم في حته النفس. هو النفس ده اكبر مثال لينا محمد صلاح. يعني راجل كان نفسه طويل، وبرغم ان هو أهله كان برضو اهله مساعدين. فقراء، بس هو نفسه طويل. هو بيتكلم فيه يا حسين، بيتكلم الاصرار. وده حتى في شغلنا الفني، الاصرار اللي انت توصل برغم كل المعوقات. بس هل ده موجود ماديا؟ انت بتتكلم الاهالي بتقول فكك، ما هو فكك ده عشان هم يا عيني مش قادرين برضه. عشان انت عارفين ان بتتكلم الموضوع بظروف محتاج واسطه، ان انت المادية تحدف فلوس والماديات. شويه هنا وهنا آه، وكده وتعمل لك يعني شويه هما علاقات مش بس قادرين. هو واسطه، بس انا لو ربنا كاتب لي ان انا ابقى في المكانه دي، بالاجتهاد، كاتبها قصدك لي، بالاجتهاد. بس بقى بالسعي والاجتهاد. يعني نسعى. يعني انا كولد اتحطيت مثلا في قريه فقيره شويه، فده مش ذنبي.
تمام. انا لازم محدش اسعى. بيختار انا ما اتولدتش علشان اغير انا مصيركم، انا اغير مصيري علشان اعرف بعد كده اساعدكم. دي لكن الاراده اللي أنا احنا مش- بنتكلم مش فيها، دي هساعدكم. حاجه حلوه حلو. جدا. حلو، خد بقى الاراده ديت، فاهم؟ تخيل ربنا سخر لك ان انت دلوقتي تلعب في نادي في الدوري المصري، وعندك الفرصه وعندك كل حاجه، ومع ذلك انت مقضيها شمال الشمال. صباح لا الفل دي يا معلم. بقى النفس امار بالسوء دي. انا لعيبه بعيد عني. الاتحاد كنت شغال في كافيه زمان اسمه، يعني مش عايز ادي من الاعلانات، المهم يعني كنت شغال في كافيه، والله كان بيجوا يشيشوا عندي شيشه، بيضربوا شيشه يا عم اقول لك على حاجه. تمام. فانا كنت بستغرب لعيبه الاتحاد، دي لعيبه الاتحاد يا عم بيشربوا شيشه. يا عم انا هقول لك على حاجه يا عم، انا مالياش دعوه يا عم موجودين بيلعبوا ولا ما بيلعبوا. اللعيبه دي بتعمل ايه بعد الماتش؟ انا مالياش دعوه. ازاي ما بيأثر على صحتك؟ بره عني انا كمتفرج، انا بره عني. انت مهنتك ايه؟ لعيب كوره؟ فرجني. مهنتك لعيب كوره. مهنتك لعيب كوره؟ فرجني. مهنتك ممثل؟ فرجني. ايوه، ما هو هفرجك ازاي وانا ما عنديش لياقه ولا بشرب شيشه او اللي انا مش مهتم بصحتي؟ ما هو ده اللي انت بتتكلم فيه، اللي هو الفكر اللعيب المصري. الى جانب بقى نتكلم ننقل بقى على النقطه الاهم، فكره المدربين. هو برضو المدرب بيختار نيابا عن ايه؟ يعني انا كمدرب دلوقتي في نادي، انا مدرب في نادي، بختار اللعيبه تخش لي النادي بتاعي نيابا عن ايه؟ بشتري لعيب نيابا عن ايه؟ هل بشتري اللعيب لمجرد اللعيب ده سمع مثلا عنه كويس، ولا بروح اشوف مهاراته، وهل انا احتياجاتي في الفريق؟ يعني مثلا لو نيجي معلش ثانيه واحده بس. هو المدرب اصلا ما بيروحش يشتري لعيب. ما تبصليش كده. ركز معاك. ركز معاك. مش انت اللي سايبني كده. هو اشوح مش قصدي حاجه. اصل لقيته عامل لي كده مربع بتفجع. انا بركز بقى، ما بشتريش اللعيب. يعمل ايه؟ ما بشتريش اللعيب يعمل ايه؟ هو فاهم انت اللي هو ايه؟ رئيس النادي بيقرر اسفاجات اللي هو احنا محتاجين كام لاعب، فاهم؟ انا هروح اجيب لعيبه يا عم، انا مش عايز اللعيبه في المركز ده. انا قررت، انا جبت لك الحبه دول، خدهم مبروك عليك. هو رز. جبت لك الحبه دول. ما كان بيحصل. ايوه بيحصل، بس هيظهر في الصور ما تقلقش. يعني لا بيحصل، بس هو يعني انا بتكلم في المفروض ده، مش بتكلم في اللي بيحصل. اللي بيحصل اللي انت بتقوله ده بيحصل، بس هو المفروض ايه؟ ان انا بشوف احتياجات النادي بتاعي ايه. مثلا عندي وينج ناقص، عندي ما عنديش هاف، ما عنديش راس حربه، فببدا اشتغل على الناس دي وابدا اجيبهم، ويتعرض لي مثلا ملفات لاكتر من لعيب مثلا بره او جوه، وابدا اختار منهم. ده الطبيعي. انا مش ده الطبيعي، مش ده اللي المفروض يحصل. ده اللي بره بيحصل المفروض، يعني دي ده القواعد. في اوروبا بيحصل، بس ما بيحصلش في مصر. يا ابني انت انت بتخوفني. بثانيه مش اللي بره. هطلع كده اللي بره. ثانيه. انت قلت انت اهلاوي صح؟ وانت ايوه اهلاوي الحمد لله. حلو. وانا كنت دي زملكاوي نعمه وبطلت. دي نعمه الحمد لله والله. زي لا انا نعمه كنت الاسلام. زملكاوي وبطلت، مالهاش علاقه ان الزمالك بيخسر وبيكسب. لا الزمالك جميل والله. لا والله ما بهزر، في لعيبه حلوه. لا انا بحب بره نادي الزمالك على فكره. بالظبط، فاهم؟ يعني انا بالنسبه لي السجاير ارحم من الدوري المصري عامه. تمام. هو لا، الفرجه على الكره المصريه فيها مشكله دلوقتي، فيها ملل. انا اتفرجت على ماتش من قريب، يعني قلت اتفرج على ماتش اتضايقت. غيرت والله، اللي هو فعلا لا بس ده الاتحاد ممل. بقى حلو مش أهلاوي. اليومين دول. يا عم ثانيه، سيبك من الاتحاد دلوقتي، سيب الاتحاد في حاله. بتوع الشيشه. يا عم استنى بس، انت مش اهلاوي؟ اهلاوي. تمام. كولر بقاله كام سنه عندكم بيقول ان هو محتاج راس حربه. ما حدش بيجيب لي يعني، ساعد زعلان يعني والله، قاعد زعلان. ساعد تحس ان هو. واحد عندك زعلان. ده امبارح لسه مفتوش موضوع اللي هو كان معاه مترجم، فهو بيقول للمترجم انا طلبت صفقات وما جاتش، فالمترجم بيقول له لا مش هينفع اقول الكلام ده. والله ده حصل. فاللي هو قال له لا قول، فالتاني بيقول له لا مش هينفع اقول الكلام ده، النادي هيحاسبني وبتاع. اللي هو انت الف ب شغلتك مترجم، فانت المفروض بتترجم هتشل كل مره هتشل، ولا قول الكلام يا عم اللي انا عايز اقوله يا عم، ما تقرفناش. يعني انتوا ربنا رزقكم من واسع ده بوسام بن عادل تقريبا صح؟ وسام ابو علي. فلسطيني. وسام ابو علي. احسن واحد جد. دلوقتي انتوا بتقولوا علي معلول، بعد منه وسام ابو علي. النادي الاهلي المصري لا وبيشغلوا الكهرباء احيانا، وامام عاشور. لا ما الكهرباء ماشي خلاص. ايوه ماشي، وامام عاشور امام عاشور دلوقتي وبيدخلوه والله. لا هو اخر ماتش زي في اوروبا كده. امام عاشور دخلوه بس. ايوه هو مش راس حربه، هو بينزل بيسقط، هو نص ملعب وبيسقط. تمام. بس هي الفكره في ايه؟ تمام. انت بتقول ان انت اهو عندك احسن لعيب في الاهلي المصري علي معلول، بعد منه وسام ابو علي معلول. بس علي معلول مش مصري. علي معلول تونسي، وسام ابو علي فلسطيني. ده موجود فين اللعيبه المصريه؟
مفيش هتقول لي راس امام حربة عاشور. مصري. امام عاشور مش راس حرب. سيبك بقى من راس حربه بقى. امام عاشور يعتبر من وزيزو يعني. سيبك سيب زيزو في الزمالك. الاهلي انت من عديت اشطر لي اللعيبه امام عاشور. انت اشطر اللعيبه مش مين. انت عديت لي 3. مفيش لعيبه ياما هنا اصلا. انت المفروض محمد لا هاني هو ثواني، بقى. هو بالنسبه للناس الاساسيه هم بالنسبه اللي هيرد عليك في للتشكيله، الكومنتات. عمرو على محمد السولية. هاني. عمرو السولية. التشكيله الاساسيه بتاعت الاهلي انا راضي بيها عامه، بس ان لما علي معلول يرجع. انا عايز اعرف رامي ربيعه ده. بعيد بقى كان جنسيته ايه بقى. انا عايز اعرف رامي ربيعه في الاهلي، انا بتكلم على الاهلي بقاله قد ايه بيلعب وهيفضل لغايه امتى يعني؟ ده هيعيش معانا قد ايه؟ هيعمل زي عصام الحضري تقريبا. كتير يعني. ده يا عم عصام الحضري بس جول. خلي بالك على هو فكرة لغايه دلوقتي لسه بيأدي بس لسه بيأدي. يعني هو 33 سنه على فكره مش كبير. يعني بس ما في كبير. سن صلاح. يعني انت سبت الشناوي وماسك لي في رامي ربيعه؟ انت الشناوي. عبيط يا ابني. يعني انت مسكته في رامي ربيعه والشناوي وسبته عصام الحضري اللي عدى لحد 44 سنه لسه وبيلعب. انا بتكلم ممكن على يلعب تاني. على الحاضر. يا جماعه الجول عمره طويل يعني. الجول ما تحسبش على سنه لان ده ما جول. يتحسبش على سنه، بس خلي بالك بس عايز اقول لك حاجه على اسمها حاجه. رياكشن، يعني الرياكت بتاعه على الكوره ان هو يتصد الكوره يترمي ويقوم تاني يلحق. ايوه بس ايوه مش زي اللعيبه التانيه. بتاعت مش زي الحارس. اللعيبه التانيه. لا، لياقه زي- الحارس لازم تبقى اعلى من لياقه اللاعب اللي جوه الملعب. ايوه بس لا مش زي اللعيب يعني. سنه دايما حتى في الانديه الاوروبيه، لما بنتكلم بقى كمحاذاه للانديه الاوروبيه بنلاقيه لا بيعدي ال 30 عادي يعني. ايوه عشان أوكي. عندهم لياقه وعندهم كل حاجه كريستيانو بتساعدهم. رونالدو مثلا، ميسي، اه فاهم؟ هو لسه يعني هو بيلعب. دول اللي معلش بعيد عن ومحدش الاثنين مستوعب. دول اصلا ما ينفعش يقارنوا بحد. مم. تمام، ان دول يعني احسن اثنين ظهروا فجاه، يعني ميسي وكريستيانو، واحسن اثنين تبعناهم في الملعب عامه، فاهم؟ اساطير. عملوا تاريخ صعب جدا اللي بعدهم يجي يكسروا. اساطير. محمد صلاح مثلا عنده أسطورة. كام سنه ولسه لغايه 33 دلوقتي سنه. ومستواه بيتطور. محمد صلاح ما 33 هي اللياقه. السن اللياقه مش عارف. والتدريب زي ما قال بقى حسام في الاول، نرجع نفس النقطه. والفكر بتاع اللعيب ان هو لازم يهتم بجسمه ولازم يهتم باكله، بالظبط. لازم يهتم بلعبه ولازم يدرب. يعني كريستيانو كان ليه مدرب خاص، سيبك مدرب خاص ده- بيدربه ملوش سيبك علاقه من المدرب الخاص. اقول لك على حاجه، انت شفت في فيديو منتشر لكريستيانو وهو في السعوديه، مم. كان رايح حفله في السعوديه بالليل ومعاه ابنه. اول ما دخلوا الحفله لسه بتبتدي، على كريستيانو بص في الساعه راح قايل لابنه قوم روح عشان انت هتصحى الصبح بدري عندك تمرين. بيدربه بقى بيظبطه. انت واخد بالك العقليه عامله ازاي؟ ما هو مفيش وقت. تعالى بقى عندنا، انت عندك ماتش بكره يا كابتن، احلى مسا عليك. ماتش في حلو الجيب. عيسى. عندنا حلو مين؟ عندنا الهبيده اف سي زي اللي احنا عارفينه، فاهم؟ صباح الفل يا معلم، هننزل نلعب ونكسبهم عادي. هي فكر وده سبب نجاح اي حاجه في الدنيا يعني. لو تمت بتخطيط كويس وفكر محترم هتنجح، ولو هي ما تمتش بالفكر ده هتفشل. وده اللي بيحصل في الكوره. ده اللي بيحصل. تمام. بالنسبه بقى لحته المدربين، فاهم؟ معلش المدرب المصري دوت يعني، هو انا اللي اعرفه ان هو كان لعيب كوره وقلع الفانيلا واللباس، تمام، وقالوا له صباح الفل عليك، انت قدامك حل من الاثنين، يا تحلل يتدرب. يا تدرب. فقال لهم بس انا هعمل الاثنين، هحلل وهدرب. اللي هو يعني هيضيع زي وقت. كابتن ميدو مثلا. هيضيع وقت. انا والله في مدربين مش عايزين نذكر مش- اسامي. بعيد مش عايزين عن نذكر ميدو، اسامي. لا بجد والله بعيد عن ميدو، بس اللي هو انا في مدربين انا بشوفهم في استوديو تحليل في يوم وافتح ماتش الاقيهم بيدربوا. اللي هو انت انت طب تفكيرك مع مين طيب في الاستوديو التحليلي اللي انت تحلل مطوشه ثانيه بتاعت غيرك؟ سبوبه. ما ده نظام السبوبه ده اللي موجود. زنبوبه ايه بس؟ زنبوبة. سيب الزنبوبه دلوقتي، تمام. وفاهمني العاديه، والله تلاقيه قاعد ماسك كوبايه الشاي كده على مش الدكه، عليا والله سبوبه. انا مصر على كده. قاعد راح ياخد القرشينات عشان يتكل على والله الله. قاعد ماسك كوبايه الشاي على الدكه وعامل كده، فاهم؟ اكل عيش عايز يحللها على وبيتفرج على 22 راجل لابسين لباس وبيجروا في الملعب ورا حاجه مدوره فيها بلف. ده تفكيرهم، ما في يعني ما فيش، فاهم؟ واحد لا اللعيب ده بيزعق في الملعب، طلع مش عاجبني يا عم، هو عمل ايه؟ هو مش عاجبني. هو مش المفروض المدرب ده بياخد حاجه اسمها دورات تدريبيه عشان المدرب، وفي حاجه وفي نجوم بتتاخد اللي هو نجمه والنجمه الثانيه والنجمه الثالثه. والله انت بقى لما تفرض انك عايز تكوي قميصك بتكوي فين؟ عند الدراي كلين المفروض. ده المفروض بقى. انا ما بكوش اصلا. صباح الفل. صباح الفل، انت كنت سهران معاهم؟ لا هو بيتكلم ان هو ده مفروض وده مفروض يعني، بس احنا ما بنعملوش. هي قصه ان المدرب اولا ما فيهوش مواصفات المدرب،
يعني ده بدايه يعني، اللي هو المدرب ممكن لعيب يبقى قديم شويه يبقى مدرب. عادي يا عم، ما في مخرجين مسرح ما بيخرجوش عادي يعني. ماشي عادي، سيبك من والممثلين ما المسرح دلوقتي. بيمثلوش. سيبك من المسرح، دي المذيعين نقطة ما هنروح لها بيذيعوش. بعدين، دي نقطة هنروح لها احنا بعدين. مذيعين؟ المذيعين احنا ما بيذيعوش. مذيعين؟ لا بتذيعي انت بقى مش دلوقتي؟ بذيع، بقول المذيعين ما بيذيعوش. يا عم واحدة واحدة احسن، انت تايه مني. احنا بنتكلم عن الدوري المصري، سيب الفن دلوقتي، يعني نعمل له حلقة لوحده، حاضر ماشي. تمام، سيب الفن، بنتكلم عن الدوري المصري. ايوه هل صح. في مدرب انت شفته يستحق يبقى مدرب. يستحق يبقى مدرب؟ الدوري المصري؟ مش عايز حسام حسن. ايوه. هو دلوقتي المدرب ده منتخب. ايوه على فكره كان موجود عندي في والله العظيم نايم والله العظيم. والله نايم ساعات صح. ثانية. لا 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 يا ابني والله الدوري الدوري في الدوري. ماشي. حسام حسن طب ما هو حد حسام تاني؟ حسن كان ماسك كام ماشي وكان دلوقتي ناجح. ماشي وكان ماشي، ناجح. ماشي. يا عم سيب حسام حسن في حاله. تمام. حسام حسن الحمد لله لان له شغلانه بقى، بيدرب المنتخب. صباح الخير يا حسين، صباح انت كويس. دلوقتي بقى الأندية دلوقتي. المصرية، الانديه المصريه هل في مدرب مصري وليس أجنبي في مدرب كويس تقول عليه كويس؟ مدرب؟ مش متابع الحقيقه. أنا أقول لك حاجة كمان، أنا لما باجي أتفرج على المطوشة ما بلاقيش خطة للمدرب، دي حقيقة والله. وأحيانا للأهلي بصراحة، رغم إن أنا بحب كولر مش ضده يعني، بس أنا بتفرج اللعيبه عارف اللي هو ايه، احنا مع الكوره يعني ماشيين مع يعني الكوره رايحه للجول، يلا ونعمل ويلا نرجع بس بقى خلي بالك ندافع. عشان انت بتقول لي كولر مش كولر، الاهلي مش كده. لا الاهلي في بعض الاحيان كده، في الدوري المصري بلاقيه كده يعني. انا اتفرجت بقول لك على ماتش الاهلي من فتره تقريبا، كان الجون تقريبا كان الاهلي والجون، ما شفتش خطه. اما بيلعب بره في افريقيا وبيلعب مع انديه بره بلاقي كولر حاجه ثانيه يبقى خالص. كده كولر بقى بيجرب في الدوري المصري. بيجرب خطته في الدوري مش بيجرب، يا ريت بيجرب خطط، ده بيجرب لعيبه. انا بلاقي تشكيل اصلا موجود في الدوري المصري غير التشكيل اللي بيلعب بيه الاهلي اصلا. تعالى نجرب الخطه الجديده. اللعيبه واللعيبه والله العظيم لعيبه اول مره اشوفها. يا عم سيبك وبيجرب لعيبه. سيبك من اللعيبه، انت عارف مش بنتكلم على الاهلي بس، وانا بتكلم ان انا اتفرجته يعني. الجونه مثلا بقى يعني، بنتكلم على الجونه. الجونه يا لهوي على الشقق اللي هناك. استنى ايه هبعمل لك حلقه لوحدها عن شويه. الجونه المدرب بتاع كلهم الجونه، علمان اقسم بالله. مدرب بتاع النادي. استنى بس، مدرب الجونه كان بتاع الداخليه مش عارف اسمه، عصام عبد العال افتكرت. المدرب ده مدرب انا اعرفه ان هو من زمان مدرب كويس يعني كويس. فلما بيجي يدرب لما بيجي يدرب الجونه لقيته حلو جدا في بدايه الماتش وبدا يشتغل ويهاجم والقصص دي. بعد كده لقيته مره واحده بيتراجع ومن غير اي سبب، الاهلي حتى ما دخلش فيه جول. طب انت بتعمل كده ليه؟ هو انت اتخضيت مثلا؟ لقيت الاهلي قدامك فاتخضيت. الخضه دي مصيبه ثانيه، فاهم؟ هم بيلعبوا اي حد بينزل قدام الاهلي او الزمالك من الانديه الجماهيريه، سيبك من الانديه الجماهيريه، انديه الشركات. احنا 18 لعيب ورا، مش 11، لا احنا 18 يعني ممكن اكسبه عادي. فاهم؟ انا بلعب بقى على ايه؟ ان الفريق اللي قدامي عمال يتعادل. يهاجم مره واحده انا بروح جاري ويتعادل. انا بلعب على النقطه، انا مش عايز غير النقطه. جبت الثلاثه بونت نعم ورضا. مقارنه بقى بالانديه اللي بره، بلاقي متوشه مثلا بتلاقي بقى انديه صغيره جدا بتعمل مفاجآت مع انديه كبيره، لانهم داخلين من اول الماتش هدفهم على الفوز، مش مهم بقى، مش باصين لاسم النادي. بص اقول لك على حاجه، انا واحد من عشاق الدوري الانجليزي. تمام؟ الدوري الانجليزي ما فيش سنه بتبدا فيها، وبشجع الارسنال، ما فيش سنه بتبدا فيها الا ممكن اتحدى اي حد يجي يقول لي مثلا الفريق ده هياخد الدوري من اول السنه ما بتبتدي. الفريق ده هياخد الدوري. اتقالت على الليفر السيتي اللي اخذ الدوري، اتقالت على مش عارف مين ليستر سيتي اللي اخذت الدوري، اتقالت مش عارف على مين، فاهم؟ تشيلسي اللي ياخد الدوري. مش ثابته لحد، بعيد عن جوارديولا اللي جاب بوظ الدوري الانجليزي. ده حلاوه ده، ما هو ده بقى اللي احنا بندور عليه، دي حلاوه اي دوري، اللي انت بتتفرج على الدوري مش عارف مين هيكسب. لكن احنا كل سنه الاهلي او الزمالك، مفيش اي نادي تاني بينافس على الدوري غيرهم. تمام؟ ليه؟ عشان مفيش يعني هم ما عندهمش اصلا طموحات. يعني انت ما عندك، يمكن بيراميدز دخل شويه في الموضوع وبرده بعد فتره يعني حلمهم الثاني والثالث برضه، يعني بقى وصل دلوقتي الحلم العب على الثاني والثالث عشان ايه؟ انافس في البطولات الافريقيه اللي هي الكونفدراليه والكلام ده. لكن ان انا ما بخشش انافس على الدوري، لا يا عم انافس على الدوري مين؟ هو الدوري محجوز خلاص للاهلي والزمالك. انا راجل اهلاوي وبقول لك الكلام ده. الانديه بتلعب على المراكز الاخرى،
في انديه بتلعب اصلا عشان هي تفضل في الدوري بس. انا في انديه اصلا انا مش عارف ايه سبب اللي هي يعني المنطقه الامنه. انا مثلا معلش انا بلاقي لعيب مثلا بيلعب في نادي من انديه الشركات، جاب جول يروح جاري وقرع التيشيرت ومحتفل قدام المدرجه، ايه انا جبت جول، المدرجه فاضيه. انت بتحتفل مع مين؟ انت ما عندكش جمهور. يا ابني ما هو ده شغل عشان المخرج. ايوه عشان ايه؟ مخرج مين؟ انا مالي بالمخرج. هم فرحان باللي عايز يحتفل مع الناس اللي بيتفرجوا. الناس ما فيش حد حتى بيتفرج عليه. ايوه بقول له المخرج. ما فيش حد حتى بيتفرج عليه. غلبان اهله اهله لا يا ابني ساعات هتلاقي في مراته العيادة. والله يعقوب اسمع مني بس هتلاقي ابوه ودخل في اسرته وعياله وامه فاهم بيتفرجوا على الاهلي وسايبين الماتش. انت كنت قاعد معاهم. اصل دي حاجه طبيعيه. يا ابن الحلال يا ابن الحلال. سؤال انت ابنك لو بيلعب في بتروجيت، معلش انا اسف، ابنك لو بيلعب في بتروجيت انا ما عنديش عيال بس ماشي يعني انا اعتقد ربنا يرزقك يعني لو ابنك بيلعب في بتروجيت تمام، بيلعب بتروجيت ضد انبي وانت بتشجع الاهلي، هتقعد تتفرج على مين؟ لو في ماتش للاهلي اتفرج على الاهلي طبعا. اهو رمى ابنه في الزباله في اول كيس زباله قبله فاهم، انا روح يا عم شوف انت بتعمل ايه بقى. يا ابني انا ابويا بيتفرج على ماتشات سنه هو الثمانينات. بيتذاع اصلا بيقول لي ايه ده الماتش ده انا اول مره اشوفه، فهو بقى عامل للتاريخ اللي جاي، فاهم اللي هو بعد كده. يا عم ده في ماتشات كتير والماتشات دي ما بتذاعش اصلا يعني هو بيذيعوا اهم ماتشين بتوع الاهلي والزمالك وبعد كده يشوفوا بقى الماتشات الثانيه ممكن يذيعوها ولا لا. بقول لك يا على جدعان حاجه، ربنا يرزقهم، هو برضه اكل عيش. سيبك بقى انت من المدربين واللعيبه تمام، وبص على حته الحكام. يا لهوي على الضحك، تلاقي الحكم مالها فاهم هيموت ويصفر فاول، راح باصص للعيب الاول فاهم هتضرب. قول لي. فكرني بفيلم البدله اكرم حسني. اكرم حسني بص كده ومرتضى منصور لا انت عايز الراجل يزعل مننا يلا العب. العب ماشي الكوره هو ضربه جزاء وهي ضربه جزاء. هو ليه ما شافوش شفت بس الماتش اصلا؟ ايه؟ الزمالك وانبي الكوره لا ما انا بقول لك مش متابع اكل عيش. الزمالك وانبي الكوره ديت انا اتقتلت ضحك يعني في ساعتها كده كانت قمه الغباء من حكم الكوره كانت ركنيه للزمالك اترفعت تمام، لعيب انبي طلعها بايده، طلعها ركنيه تاني بايده تمام، ده هندس كده دبلة من جوه 18 دبلة تمام، الحكم صفر حلو قلنا البيضه قال لك ركنيه، فلعيبه الزمالك راحت قالت له ايه؟ ده طلعها بايده شوف فاهم؟ راح قال لهم لا ده مطلعها بدماغه. ده كل ده كلام معلق فاهم، وباين كلامهم في الملعب ان اصلا مفيش جمهور فاهم، فباين الكلام في الملعب ومره واحده الكره بتتلعب ايه ضربه مرمى، لا في بلن ولا في ركنيه. هو قال لك هو اللي مطلعها بدماغه، طب اديها لهم ركنيه تاني مثلا فاهم يعني خلاص ما هي ركنيه هو طلعها بدماغه، ما طلعتش لوحدها، ما خبطتش في شبح من اشباح الزمالك فاهم يعني ما خبطتش في الهواء وطلعت والهوا مش بيشجع الزمالك طبيعي بالعقل يبقى ركنيه تاني. لا هو التعريض ملكيس في النقطه دي. لا وده مش للزمالك بس للاهلي وناس كتير. لا بص عشان بس اللي بيقول الاهلي بيكسب. لا ما بقولش كده. لا انا بتكلم اللي هو الاهلي والزمالك تحديدا، لا في حكام مصنفين اهلاويه وفي حكام مصنفين زملكاويه، ده حقيقه خلينا. بص هو عامه بالنسبه للدوري المصري انا مش بتابعه غير لما يكون بقى ايه الاهلي وصل خلاص لنهايه الدوري، يعني يبتدي بعد نص النهائي كده تبدا بقى تتفرج على ماتشات مهمه حاسمه. اما قبل كده انا ايقاع وقع معلقين. انا بقول لك معاكم الدوري المصري الممتاز. لا معلقين يا لهوي لا احنا هنتكلم عن المعلقين. معلقين ده موضوع تاني، ده موال اسود بعيد عنك. فانا ليه اتفرج؟ انا بتفرج في النهائي، اتفرج على بطولة افريقيا او اندية العالم، او اتفرج للمنتخب برضو بعد النص النهائي. لا برضه سيبك من حته المنتخب اللي احنا وصل لها، بس لا ثانيه واحده المعلقين انا قبل كده ما بشوفش علشان انا عيني بحاول يعني احافظ عليها. تلوث بصر والسمع. انا عندي جيوب انفيه برضه. وانا عندي كلنا والله الشعب المصري كله عنده جيوب انفيه. فما ينفعش. لا فكره المعلقين دي يعني انا نفسي افهم انتوا مين. عارف انت اللي هو في معلق، ايوه انت ايه علاقتك بكره القدم؟ انت لعبتها؟ وقف على كورته. اللي هو انت لو التلفزيون عندك فصل بعد كلمه ووقف عادي. طب ايه بقى؟ ايه اللي حصل؟ وقف على ايه بقى؟ ايه اللي وقف؟ مين اللي وقف؟ ايه اللي وقف؟ اللي وقف على كورته. طيب تمام. دخل في الضيقه
طب ايه؟ الهدف فيصل. طب ايه لا مش ده؟ اسفاك ده بجد، هو ده جول. فاهم يعني بعد كده بقى تكمل تفهم. تفسر يعني. لا لازم تكمل، لازم تكمل بيلعبوا عشان على تفهم الحقيقيات. الجمله. لا وفي حاجه بقى صعبه قوي في المعلقين، بيطلعوا بره الماتش خالص. والله العظيم الله يعني انا يرحمه الماتش الله الماتش يرحمه. شغال، انا بلاقيهم بيحكوا اكنهم قاعدين في مسطره. يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن الكوره، فاحنا بنتكلم عن الكوره مش هنتكلم. بص انت لما قعدت تتكلم عن الفن جابك تاني يا حسام، تعالى نتكلم عن الكوره. لا هم يعني ما حدش بيجيبهم بقى، يعني قاعدين لوحدهم في فاللي هو الماتش شغال قبل ما هما او فول لما زي بيسيبوا ما احنا أو واقفين فول وكده. فبيروحوا ما بيرجعوش. عايز اقول لك كان في صوره نازله التعليق اللي في بي ان سبورت، تمام، والتعليق المصري في الدوري المصري، فجايب لك الورقه بتاعت عصام الشوالي وهو معلم على حاجات معينه، فاهم، بلون اصفر كده، فاهم، عشان يظبط الكلام اللي هيقوله مين اللعيبه. الراجل بيركز، عايز جايب لك كلمتين المعلق حلوين. قاعد في الكابينه بفانيلا الحمالات وكوبايه الشاي جنب الشاي. منه والسيجاره محطوطه، فاهم، وبيعلق. انت بتعلق على ايه؟ ده انت لو بتعلق على غسيل امك مش هتعمل كده. لو بتعلق هدومك مش هتعمل في كده. ايه ده؟ الماتش بيتلعب، حلو. اوريدي بيتلعب. والانتاج ده بتاع الاتحاد المصري للكوره. ما يا ابني مش هما بيعملوا له دعايه قبليها؟ ايوه مش هما بيعملوا له دعايه قبلها وبيقولوا ان ماتش الاتحاد ومش عارف مين هيتلعب تمام. الساعه كذا؟ حلو. فين بقى اللايكات عشان يحددوا؟ لايكات ايه؟ لايكات ايه؟ لايكات ايه؟ هو بوستر فيلم نازل، انا مالي؟ انت من اول الدوري محدد ايه لي ده انت الجدول. شويه انت شويه اتفضل. هو ده ابتدى ينرفزني. لا اتفضل. فاهم، انت من اول الدوري انت محدد لي جدول، فاهم، يوم كذا انا هلعب، يوم كذا انا هلعب، يوم كذا انا هلعب، ماليش دعوه باي حاجه ثانيه. المفروض اللي فيه تساوي بين كل الانديه في الانتاج وفي التعليق هو وفي ده بقى الإخراج. ربنا المفروض. بالظبط. فهو ما بيحصلش، يعني ما بيحصلش. احنا بناخد طبعا الاهتمام الاكبر لماتشات الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هم كريمه اللي على التورته، وما بنبصش بقى لبقيه الانديه ولا بقيه الماتشات، ولا بنركز فيها ولا بنركز على اخراجها ولا بركز على بص تعليقها. هو انا عن نفسي ولا انا بركز بتفرج على على الاهلي أهلي. عشان خاطر الاهلي، بيراميدز عشان خاطر ابراهيم سعيد. اسمه ايه؟ راس الحربة بتاعهم اسمه ايه؟ انا نسيته. سعيد ابراهيم، الولد اللي عنده سعيد ابراهيم. مين ده؟ الولد اللي جاب جول من نص الملعب ده اللي في المنتخب انا ما الاولمبي. اعرفش والله، مش عارف لعبه البيراميدز. بس هو لعيب كويس. هو لعيب يعني. كويس، هو في حاجه هو ده اللي ابراهيم. انا هو في بتكلم حاجه، فيه. هو اسمه حاجه سعيد. ده اللي انا بتكلم فيه، فاهم، في لعيبه انت ما تعرفش مين دول. بس هو كويس جدا. يا جماعه ان شاء الله حلو. ده بقى والله ده يعني انا مش بدي النقطه بعد ده، بس ده اللي بقى بيحصل في الاستوديو. يعني بلاقي ان معظم اللعيبه انت قلت اهو مش عارف اسمه ايه، والله بلاقي كده. يعني بلاقي في ناس بتعلق وفي الاستوديو التحليل اللعيب اللي هو كان رقم 5 ده، فالتاني يقول له ده اسمه اسمه كذا ويكمل. اللي هو يا ابن اللذينه انت بتعمل استوديو تحليل وبتعلق على ماتش وبتعلق على فريق انت مش عارف اصلا لعيبته، مش عارف اسامي اللعيبه دي، سبوبه بقى تحتيه يا وش. ابني ما هو اكل عيش يا ابني. أيوة، هو ما كده محتاج. بينزل من بيته عشان مش اللي هو عشان ايه؟ ما بالعكس، التحليل ده ليه اصول اصلا. استوديو تحليلي، تمام، يعني حتى ابتدوا يعملوا ايه؟ يجيب لك شاشات ويروح منور لك حتت حمراء كده اللي اللعيب يتحرك فيها واسهم ومش عارف ايه زي ما بيعملوا بره. بيحاول. دلوقتي هما بقت بيحاولوا نازله برضه حرفيا. في دريم ليج انا برضه 2025 في اللعبه. والله يبقى شكلها جامد قوي. لعبه ايه؟ تخيل بلاي ستيشن دلوقتي ماشي يا حسين كمل الكلام ده عادي. يا حسين ولكن في حاجه حصلت. انا بيدوهني انا والله، ولا بتسحب بنعمل. معاه، انا ببتدي ادور على اللي ما بيقولوا تروحش ده. في معاك، يعني هو راجل بيتكلم على بلاي ستيشن. انا في مره لقيت الثلاث نقط اللي حاطينها حمر مفيش لعيبه عندهم. طب انت حاططهم ليه؟ عشان يقلدوا، عايزين يقلدوا الغرب، عايزين يقلدوا بيز سبورت بقى. هو عايز يقول لك ان احنا عندنا مونتاج. بس يعني هم بيقلدوا ما انت ده مش مونتاج. لا عندهم زراير زياده نزلت جديده. يعني ده كاب بيجربوا. قط ببلاش، انا ممكن اعمله على كاب قط. هفتح كاب قط واعمله. اسلوب كمان الناس اللي بتشتغل في الاستوديو ممل، يعني بيعيدوا ويزيدوا في نفس النقطه. هو انا بقى عشان اشتغل معاهم في الاستوديو لازم تبقى مدرب كوره سابق او لعيب سابق. يعني مش باخد ورشه عشان اخش. سابق يعني انت وحظك، معاك فلوس هتخش يعني حلوه دي. عادي. انت ممكن تروح تفتح قناه عادي وتطلع تحلل ما فيها. انا يا ابني بقى قاعد هنا معاكم بهبل. وانا بقول لا انا بتكلم على قناه مش قناه عادي. وده بنعملها بالتحاليل. لا انا مش بتكلم على يا ابني
مش ربنا بنحل الماتش على فكره، احنا يعني الدوري المصري. مليون مرة لاجلك. مليون مرة حلو، مليون مرة. انت ترجع تنام تاني، انت ترجع تنام تاني. استنى بتقفل ما تفطروش. والفول بالذات. مش انت اللي قلت لي خلي في ايدك سندوتش فلافل؟ ما ده انت اكلته وما صورتش بيه. انت بقيت بتاكل. قعدنا ناكد عليه. ده الكلام يقول لك ده. انا احط الاكل في بقي، مش موضوع مش موضوع. تمام. فالجمهور طيب نتكلم عن الجمهور بقى ولا انت عايز تتكلم عن الاستوديو؟ لا عندك الجمهور. طيب الجمهور عنده حاجه اسمها يكسب بس. مش قصه كده بقى، يعني انا حسيت بمنتهى الصراحه، اتكلم بصراحه، انا حسيت ان جمهور الكره المصريه قل. حتى اللي بيتفرجوا على المنتخب، حتى اللي بيتفرجوا على الانديه، ما بقاش زي الاول. يعني اهتمام الناس بالكوره ما بقاش زي الاول، وده الاسباب الكل بقى اللي احنا قلناه، ان مفيش متعه كرويه. وحاليا لما نيجي بقى انا ما كنتش متخيل انك تسيبيني يا يا فريدة. يعني قصدي دلوقتي بتفرج على القهاوي، بلاقي الزحمه على الانديه الغربيه، الانديه الانجليزيه، الدوري الانجليزي، تمام. بس ما بلاقيش الزحمه على مطوشه مصريه، حتى لو المطوشه دي قويه او مطوشه انديه كبيره او حتى منتخب، ما بلاقيش الزحمه دي. فده دليل ان الجمهور الكروي المصري قل وبدا يتجه للغرب، لان بقى ليه متعه اكتر هناك. تمام. ده وجهه نظري، الى جانب ان في فكره بقى اللي هو بيكسب بس دي، ما فيش تعاطف مع النادي. يعني ما اللي هو النادي، انا معاك على الحلوه والمره دي، الحلوه والمره معاك، حتى بيقولوها في يا ابني بره في اوروبا او في انجلترا بالتحديد، في الدوري الانجليزي بالتحديد، اللاعب جاب لهم هاتريك فبيشجعوه، يجي في الماتش اللي وراه ما يعرفش يعمل حاجه فبرضه بيشجعوه بيسقفوا له. هنا انت دي كارثه، انت ابن كلب، دي انت كارثه. يحرق يطلع. بيقتلوا اللعيبه، بيقتلوها. يعني انت لو عندك حماس ان انت تلعب وتطلع احسن ما عندك، لا بتقتل. جوارديولا لسه جايب لعيب جديد غير عمر مرموش اسمه خزانوف، كان بيلعب امبارح في الماتش. تمام. ماتش اول ماتش ليه يلعبه، عيل عنده 20 سنه ضد تشيلسي. يعني عمر مرموش انت ده مهاجم، فلو غلط عادي. انت لو غلط، وفعلا اول كوره في اول 5 دقايق اللي ورا راح مرجع الكوره بدماغه غلط، راحت جايه جون في مانشستر سيتي. تمام. مفيش 5 دقايق بعدها راح واخد انذار بالكوره، ما ينفعش يتعمل منها انذار اصلا. تمام. ايه اللي يحصل بعدها؟ الولد واقف هيعيط في الملعب بجد، فاهم؟ الكوره تجيله، الكوره تجيله، فهو بطريقه بسيطه راح مرجعها لإيدرسون اللي هو الجول. تمام. جمهور مانشستر سيتي قاعد يسقف له، اللي هو كمل احنا بندعمك، كمل احنا بنشجعك، خلاص انسى اللي حصل. الفكره دي مش موجوده في مصر. تمام. جوارديولا كان واقف على الخط بيشجعه، كمل خلاص انسى اللي حصل، ركز في الماتش. بس انا مش عشان اهلاوي والله، ده بيحصل في الجمهور الاهلي احيانا. يعني الجمهور الاهلي احيانا بقول لك احيانا، احيانا بنقف جنب اصلا اكتر جمهور متعصب للمكسب. لان خلي بالك اقول لك بس على حاجه، هم خلاص الاهلي والدوله عودتهم ان الاهلي هو اللي بيكسب، فانك تخسر مره واحده لا انت مش متوقعها. يعني ده عادي، يعني معلش، مكسب وخساره. واحد من اساطير النادي الاهلي، تمام، واساطير منتخب، يعني من اساطير مصر، حسام غالي. طبعا. تمام. كابتن اللي فاكر لما جمهور كابتن ده على ايامكم انتوا بقى اسمه كده، اسمه كابتن. هو اسمه كده. مين ده؟ هو ده عمل برنامج عليه اصلا. ده عمل برنامج عليه، عمل برنامج لتنميه المهارات عليه. سنة كام يا حسين؟ لسه السنه اللي فاتت. يا حسين انت مش مواليد امبارح يا حسين. تنميه مهارات. لا حسام غالي دلوقتي بيدرب دلوقتي. حسام غالي انا حضرته وهو بيلعب نادي، بس لما عمل حاجه جمهور الاهلي اتقلب عليه. تمام. وقرر اسفاجاتك كان في التدريب، فاهم؟ واتقال له يا حسام غالي يا مش عارف ايه، وحسام غالي قرر انه يقلع تيشيرت التمرين وعايز يروح يضربه. وحسام اصلا عصبي، فاهم؟ عصبي جدا. وبعديها تخيل ان حسام غالي يطلع يعتذر. هو محترم، هو عصبي بس نفس لاعيبه الاهلي، النادي الاهلي اهو، انا لسه جوه النادي الاهلي، تعالى هاتهم لما في ماتش ليكوا في افريقيا، والجمهور كان عمال في اول الماتش عمال يشتم في الشناوي،
امشي يا شناوي عشان خسرته خسرته مش عارف ماتش كان تقريبا ضد الزمالك في ضد السوبر. الزمالك تمام. خسرنا ضربات وبعد جزاء. كده لما كسبته في الماتش لا بس هو الصراحه كان في الماتش ده بيتدلع، ما كنتش عارف سيبك ليه. بقى ان هو كان بيتدلع ولا لا لا. احنا قلنا بقى يعني مش لما لازم طول الوقت لما الناس خسرته على الماتش اللاعب. لما خسرته الماتش فاهم يعني حسام غالي كابتنه طلع اعتذر بعد ما خلاص اتعصب كل حاجه، بعد كده راح طلع اعتذر. حسام لعيبه جمهور الاهلي بيشتم اللعيبه، بعد كده الاهلي كسب في الماتش، فجمهور الاهلي اللي هو ايه بينادي اللعيبه عشان يحييهم هو رفض. فاهم. اللعيبه رفضت ما عدا الشناوي، لان الشناوي كان بيقول لهم نروح. كهربا اللي مضيع لهم البطوله اصلا فاهم، نروح فين؟ مش رايحين، احنا ما نروحش ويلا نطلع على اوضه اللبس. اوضه اللبس مين؟ انت بتعاند مين؟ انت عبيط؟ زي الجمهور انت بتعاند الجمهور ده اللي ممكن يقعدك في بيتك حرفيا طبعا. فاهم، سواء بقى لعيب كوره او ممثل او ايا كنت ايه ليك هو لو بتعيشك يعني هو ده لو الأساس. بتعيشك، هو ده اللي ينجمك وده اللي بيوقعك، ده الفكر. رغم ان انا زملكاوي فاهم، بس انا ضد شيكابالا في حته اللي هو ايه اه لما يروح يروح يستفز لعيب جمهور الاهلي فاهم في نفس لا الوقت. ده لسه اصلا معاه شهاده معامله بس هو حلو يعني، هو لعيب اسطوره، هو لازم لعيب. تقول ده. لا من ناحيه اللي هو لعيب، وانا كاهلاوي بحب اتفرج عليه تمام. زي حازم امام زمان برضه. شيكابالا مهاري ولاعيب واسطوره وكل حاجه، بس ما بيعرفش اخلاقيا يكنترول زي الزفت. نفسه في حته فاهم ان جمهور الاهلي بيشتمني هروح ارد على جمهور الاهلي. انت بتتكلم بقى على ثقافه اللعيب في التعامل مع الجمهور، يعني دي برضه موضوع مهم. يعني بص اقول لك على حاجه، شوف شيكابالا وبرضه مش هطلع بره الدوري المصري. عماد متعب كان بيقعد 90 دقيقه، وايام ما كان بيبقى فيه جمهور والتراس وايت نايت والتراس ديفل كانوا بيبقوا مالين الاستاد فاهم. في ماتش لعماد متعب قعد 90 دقيقه كاملين بيتشتم عشان بمراته، بيتشتم بمراته. هو على فكره قرر اعتزال بعديها بفتره بسبب القصه دي، بسبب الشتيمه بتاعته كتير كمان. اعتذر عشان هو كان عايزين يسيبوه في الاهلي، بس برضه يعني هو برضه اتشتم ياما قوي قبلها. لا بس ما كانش ليه، ده قبلها بسنين يا رامي، كان بيتشتم قبلها بسنين وكان بيلعب الماتش وبيجيب جوان. اللي هو كان بيتجوز فتاه اعلانات. يعني جمهور الاهلي دخل في بيته وقال له ما تتجوزهاش، تخيل. انت مالك؟ يعني انت حريه شخصيه. جمهور الزمالك حرفيا يعني شاكيرا لما اتجوزت بكيه بقى لما خانها عادي، يعني الجمهور ما طلعش قال لك بكيه ما ينفعش ياخد شاكيرا، ده انت مال اهلك؟ يعني انت علاقتك بشاكيرا؟ انا دي شاكيرا يا عم سيبك من شاكيرا ولا مش عندنا هنا شاكيرا. الشعب لازم يعيش مع الجمهور، مع بيته. النجوم في بيته، سواء كان ممثل او يعني يقول لك الممثل الفلاني طلق انا مالي يا عم وانت مال اهلك؟ انت مش بتتفرج على فن، انت بتتفرج على فن بالظبط، انت بتتفرج على الفن بتاعه، ما تخشش جوه بيته على بيته. طلق ما عايز طلقش. اقولها على محمد صلاح. كتوم جدا على اخباره برضه. سيبك من ان هو كتوم على اخباره ولا مش عشان كتوم، فكره فاهم اللي هو ايه فجأة يعني ايه بينزل تعازي ويقول تيتا اليزابيث على حريته الشخصية. فاهم يعني ايه بيتصور جنب شجره الكريسماس، يعني ايه بيقول مركزين معاه. بقول لك ايه، بيتصور جنب شجره الكريسماس يوم كريسماس، الشعب كله كان يشوف بس اي شجره منوره ويقف يتصور. يا عم هو حر، يا عم هو حر. انا مش بتكلم انت ليه ده؟ طب انا اقول لك حاجه بصراحه بقى، محمد صلاح في ناس كتيره جدا اسلمت في انجلترا بسبب محمد صلاح. يا عم برضه دي عايزين نقولها يعني. ده يعني طب انت لا مش بتكلم في دين، انا بتكلم لو انت بتتكلم بقى في جانب سلبي، تعال بص على الجانب الايجابي. حب الناس لمحمد صلاح في انجلترا غير عادي. تعال شوف برضه في جرين بلازا ايه مالك؟ يوم راس السنه الناس ده يا ابني، في ناس صحابي كانوا والله العظيم واقفين على البوابه من بره مش عارفين يخشوا بسبب الزحمه. نعم انا شفت الصوره. طب انتوا كده ايه يعني بتعبدوا ايه بقى؟ لا هي الفكره هو مش هو كريسمس ده حاجه وحشه؟ مش حاجه طول عمرنا بنحتفل بيه بالسنه الجديده واخواتنا واحنا بالظبط، نحتفل بالسنه الجديده. السنه الجديده هو مش موضوع نحتفل بالسنه اللي بعدها. لا احنا بنتكلم احنا واخواتنا المسيحيين مفيش فرق ما بيننا في الاحتفالات. ما هو ساعات بيحتفلوا معانا بالعيد وبيحتفلوا معانا في رمضان وبيعلقوا الزينه معانا وبيفطروا ساعات ده انا اعرف كانت يعني جيراننا مسيحيين والله العظيم ساعات كانوا بيستنوا ميعاد الاذان بتاع الفطار عشان يخشوا يتغدوا في نفس الميعاد. ده حقيقي يعني. فلا يعني لا سيبك بقى من حته ان مسلمين ومسيحيين والكلام دوت فاهم.
قال لما طلع قال كل الارواح مقدسه على حوار فلسطين، تمام، والناس طلعت هجمته. يعني ما تقول فلسطين عادي يا عم، هو هيتاذى في اكل عيشه، ما هو لما يتاذى في اكل عيشه انت مش هتروح تطبطب عليه. النني قالها، كوكا قالها، معلش النني قالها، النني مش كده كده ماشي من الارسنال، ما بيلعبش في الارسنال، فاهم؟ كوكا دوري يوناني، مش بيلعب برضه في نادي، فاهم؟ تعال شوف بقى الخير اللي بيعمله محمد صلاح، يا تعال شوف قريته، يا تعال عم شوف ما بيعمل- الفلوس اقول اللي لك على حاجه، بيدفعها، اقول لك ما بيعملش خير يا عم. الدعم اللي دعمه الشعب ما الفلسطيني، بيعمل- الفلوس اللي دفعها الشعب يا عم دفع ما فلوس. بيعملش خير يا عم، انت مالك؟ انت ليك محمد صلاح داخل الملعب، ملعب خارج الملعب انت بره عنك. رونالدينو كان بيسكر ونسوان ومقضيها، رونالدو كان بيسكر ومقضيها لا كريستيانو لا انا بتكلم على رونالدو الظاهر. كريستيانو تمام، بتاع البرازيل. كريستيانو كان مقضيها نسوان، ابنه جاي من الحرام، ايوه لسه ماشي، لحد بس دلوقتي ما اتجوزش. بس انا مش- مالي بيه يا عم؟ انا مالي؟ انا ليا محمد صلاح داخل الملعب بيعمل ايه في الملعب، تمام؟ التحامل الاكبر بقى على محمد صلاح لما بيروح المنتخب ما بيلعبش زي ما بيلعب في ليفربول. هات له فان دايك وهات له اليسون وهات له روبرتسون وهات له ارنولد، تمام، وهتشوف هيعمل ايه في الملعب بقى. بص، هو عايز بس اقول على حاجه. هو بالنسبه للمنتخب السنه دي بالذات مش محتاج غير جهاز فني. لا طب احنا ليه انا عايز اكمل في محمد صلاح، كان عايز اتكلم في النقطه محمد صلاح، لان احنا بنتكلم على الاحتراف اللي انت اتكلمت في الاول لو تفتكر، وان الاحتراف ده ليه عقليه، يعني الناس الاصرار، فاكر انت اللي هو واحد جاي من قريه ريفيه فقيره وظروفه دي مش بتاعته، فاكر في بدايه الكلام، وانه قدر يوصل لمراحل متقدمه. اكبر مثال بقى للكلام ده محمد صلاح، يعني كنموذج مثالي للتحدي والاصرار، اللي انت تقدر توصل من اقل نقطه وتبقى حلمك الزمالك مثلا، او حلمك ان انت تاخد في نادي كبير وربنا يكرمك ده بس بقول لك عليه مش لعيب. مش لعيب. ونفس الكلام برضه حصل مع حد، بس مع مدرب تاني، مع عمر مرموش برضه. ده كان ممكن يحطمه، كان ممكن ينهي حياته الكرويه، خلاص بقى ده انا مش لعيب وبتاع، لكن اصرار محمد صلاح وحلم الاحتراف اللي هو حاطه في دماغه، وانه راجل مش كسول وراجل اهله فضلوا وراه، ده اللي احنا بنتمناه في اللعيبه كتيره. مش بتكلم بقى انه احتراف، لا يا عم مش لازم تحترف، بس على الاقل اهتم بفورمتك واهتم بلعبك واهتم بمنتخبك واهتم بالنادي بتاعك، تمام؟ مجرد ما انت هتهتم بده اوريدي هتحترف، اوريدي انديه كبيره هتطلبك زي ما مرموش دلوقتي، تمام؟ ليه؟ لان انت اهتميت، اشتغلت على نفسك. هو ده اللي انا بتكلم فيه، اللي هو كمحمد صلاح اخد بقى منه بقى الايجابي. يعني انا دايما لما باجي اتعامل مع حد اخد منه الجانب السلبي ده بتاعه، هو حر، لكن الجانب الايجابي في شخصيه محمد صلاح انه قدر برغم ضعف الامكانيات اللي عنده وعند اهله انه يوصل للمراحل اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. هو يستحق والله. لا وكمان في قصه العقده بقى، عقده الشاب المصري الفاشل اللي قاعد على القهوه ما بيعملش اي حاجه غير انه بيضرب شيشه ويلعب دومينو. فهو مش عايز حد ناجح، يعني مش عايز مثال للنجاح والتفوق اللي هو الاجتهاد. وفي نوع تاني بقى اللي هو عايز يبقى ترند على قفاه بقى، فاهم؟ ده موضوع تاني. اللي هو كريستيانو انت يا ابني. هو مش مهم ان هو يتشتم، المهم ان صفحته تجيب لايكات ومتابعين عايز من السوشيال ميديا دي، السوشيال ميديا عشان يلم فلوس. لا هي الفكره كلها كمان التحمل على محمد صلاح بقى كمان في المنتخب، اللي هو ايه، ما بيرجعش يدافع. يعني ايه ما بيرجعش يدافع يا حبيبي؟ ما هو المدرب هو اللي عطيله تعليمات، فاهم؟ هو مهاجم عادي. انا مالي بقى؟ في حاجه في لعبه فيفا في حاجه اسمها ستي فورورد، فاهم؟ انت ممكن تديها للعيب ولاعيب تاني لا، لعيب تاني بتبقى عايزه يرجع يدافع، فاهم؟ ده لعيب ما يرجعش. ففي حاجه اسمها مدرب بقى يدي تعليمات، خلصت. يعني في ليفربول بيديله تعليم ان هو يرجع مع ارنولد، تمام؟ في منتخب مصر قال له لا، انت بالعكس انت هتضم مكان المهاجم والمهاجم هو اللي هيرجع يدافع. انت زعلان يا ابني هو اصبر، مش كل شويه عايز اسمع له. عايز اسمع لي ام كلثوم بتغني، كمل. اللي هو المفروض بيعمل المفروض ان انت رايك اللي هو يعني هو عايزينه يلعب في كل مراكز المنتخب، يبقى هو المنتخب والمنتخب هو اصل ما بتشوفش هو بيعمل ايه في ليفربول يا عم. بيجيب ليفربول معاه في ما هو بقى هيجيب بقى المره الجايه بايه بقى، فاهم؟ مع ارنولد، جواه ارنولد كده وروبرتسون. عايز اللي انا قلت بصيت له بقى عايز اقول له مش هقول له تاني يعني. من دي انا بكرهها وانا بتكلم. خلاص انا خفت، لو انا قلت بعد كده
هيتكلم وقلت منه هيتكلم عليا ولا ايوه حلو. مش دلع يعني فاهم؟ ولا وجع. ولا وجع. لا ممكن تبقى وجع كمل. تعبان يعني راح يجيب ليفربول معاه، ده كان موضوعنا بلا ده ولا مش عارف بيتكلم في ايه. البيت الفول وسنينه ما تفطروش. فول وبصل. يا ابني مش انت اللي كاتب كاتب في شويتين انت تاكل ساندوتش. حبا صلاح بيجيب ليفربول معاه في الشنطه. هو دي يعني الجمله اللي انت حافظها عشان تدخل في الموضوع. فهو في تحامل عليه في المنتخب زياده عن اللزوم، واحنا بقينا شايفينه ان محمد صلاح فاهم هو منتخب مصر. الجمهور مش ده اللعيبه. غلط طبعا، ده غلط. كجمهور انت شايف ان محمد صلاح اللي هو ما بيأديش زي ما هو في ليفربول. محمد صلاح خايف على رجله. محمد صلاح خايف على اسمه. محمد صلاح بيهرب من المنتخب في بطولة افريقيا الاخيرة. تمام لما اتصاب ورجع. انت قلت يا ابني لو اقول انا بتاعتي خفيفه انت فاهم؟ فاللي هو في تحامل غريب عن محمد صلاح في المنتخب، والمنتخب ذات نفسه يعني انا عندي فكرة اللي هو ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ وربنا هيفكرنا محششين. والله العظيم عايز انام. انا كمان ما نمتش من امبارح. والله انا نمت برضه. تغدانا يا صلاح. والله انا يعني مقطع. يا رامي ما تكدبش يا رامي. والله بنام بقطع. بنام بقطع عيني بس. كمل. انت بتنام على الشبكه يعني مش فاهم. مش حلوه مش حلوه صح كده؟ مش هضحك. كاتش. ما انت جبار. ما انت جواب. فكرة المنتخب ان احنا بقينا بنحلم دلوقتي ان احنا عايزين المنتخب يوصل لكاس عالم. انا عايز اتكلم بقى في نقطه المنتخب في حسام حسن. انا كنت قبل يعني حسام حسن كنت من اكتر الناس اللي نفسي مدرب وطني اولا يمسك، ثانيا حسام حسن والله العظيم. بس مشكله حسام حسن ان هو ما عندوش شلاليه، يعني ما عندوش ناس بتدعمه في الاعلام، لانه راجل صريح على قلبه وعلى لسانه وبيشتم كتير او يعني بيتكلم من غير نفاق ولا رياء، فدايما في مواجهه عنيفه جدا من الاعلام. يا عم انتوا شايفين نتائجه حتى الان نتائجه مقبوله جدا وتتبلع، يعني مش وحش. الراجل عمل في بطوله وديه وصل للنهائي، هزم قدام كرواتيا. ايه المشكله؟ كرواتيا يعني دي ناس من مصنفه عالميا تمام، يعني بيلعب في التصفيات كويس، بيلعب في تصفيات كاس العالم كويس تمام. طب انتوا عايزين منه ايه؟ المنتخب كمان برضه ذات نفسه اتغير. السنه دي كله بسم الله ما شاء الله، حتى في الاحتياطي برضه كويسين. اتغير بقى، كان في خلاف بينه وبين محمد صلاح شخصي، بدا يحل الخلاف لمصلحه المنتخب، يعني حب ان هو يدخل محمد صلاح معاه بقى في الليله. لا يعني سيبه بقى، تنحي الخلافات جانبا تمام، وتعالى بقى ايه نلعب منتخب ونلعب لمصلحه مصر. الراجل ده كان حلمه يبقى مدرب المنتخب، دي كلنا عارفين الكلام ده. فهو حاليا بيحقق حلمه ده، واصبروا عليه، اصبروا هتلاقوا منتخب قوي. المنتخب ان شاء الله باذن الله مع والله العظيم مش بتكلم اللي هو بفتح فيك بس دي حقيقه، مع احترام شويه السلبيات بقى اللي احنا اتكلمنا فيهم في الدوري المصري، لان الدوري اي دوري اساس المنتخب مش كله احتراف. احنا دلوقتي للاسف عوامدنا الاحترافيه، يعني عوامد المنتخب بنركز عليها مرموش بقى وصلاح والناس اللي ايه بره. لكن لو انت بقى صلحنا كمان الدوري بتاعنا وبدانا نركز على السلبيات وعالجناها، هنعمل منتخب قوي محلي ودولي، يعني اللي هو معانا لعيبه من جوه من الدوري المصري القوي بقى اللي احنا بنحلم بيه طبعا، يا رب يعني يحصل. ومعانا بقى يا رب، بقول لك يا رب. هو طبعا مش موجود، هو مش موجود، وبكل صراحه احنا ما عندناش دوري، يعني الدوري ما عندناش اصطناعي ينفع ولا او بالبلاي ستيشن، يعني نلعب بلاي ستيشن ولا حتى ده هينفع، يعني اي حاجه فشل. بس احنا يعني الدوري من يومين 6 ماتشات وصل 4 ماتشات، استغل ان انا كنت المنتخب المصري مش هتكلم معاك انا بخصم. المنتخب المصري هيوصل كاس العالم ازاي؟ يعني المايك معايا بتفضل. هي مش فكره المنتخب يوصل، يعني الناس كلها ان حلمها ان المنتخب يوصل لكاس عالم تمام، مش هو ده الموضوع بس. انا بالنسبه لي بناء طب اوكي المنتخب وصل كاس عالم برافو، هيوصل بقى للصفر اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. ده هو ماتش السعوديه نفس الخازوق اللي احنا خدناه. ماتش السعوديه مضمون فاهم، هنتعادل مع روسيا وهنكسب السعوديه وهنخسر من كذا، هنعمل 4 نقط روسيا، واحنا الحمد لله خسرنا من كله فاهم. لا انت واخد صفر فاهم عناب، فاللي هو انت ايه لازمتك يعني؟ ماشي بعدين يعني انا مثلا منتخب المغرب فاهم انا فخور بيه جدا
فاهم فكره ده ان انا خلاص اوصل كاس لنص نهائي، العالم اوصل لنص نهائي كاس العالم. فاهم في كاس عالم، انت مقدم اداء لا اسطوري. واحنا كنا بنتفرج علينا انا وحسين السنه دي، كنا احنا مركزين معايا، فاكر انت كنا بنتفرج على منتخب بنستنى، المغرب. فعايز اقول لك كنا بنستمتع، الشعب كله كان على قهاوي، كنا بنستمتع باللعب. ده موضوع تاني وانا قلت لحسين، قلت له يا حسين خلي بالك ان يعني لو طبيعي اللي هو ما يوصلش، ده طبيعي، الناس برضو هتواجهه وهتتكلم عليه. فعلا الناس اتكلمت ليه المنتخب المغربي ما وصلش بقى المراحل ده، هي عايزين يكسب بس كاس العالم. كلهم بس الناس كانت فخوره بيه. طبعا طبعا. مفيش حد في الوطن لا انا العربي كنت ما في كانش فخور. البروفا اتخضيت ان البرتغال خسرانه من المغرب 1-0. ما هي برتغال تخيل. فاهم اللي هو انت برناردو سيلفا وكريستيانو فرنانديز الناس برونو، دي، فاهم انت بتتكلم في اسامي. بس اللي هو الفكره في ايه؟ انت كعايز واحد، انت واحد من الجمهور تمام، عندك القلب والضغط، والانديه المصريه كلها جايبه لك القلب والضغط والسكر والشلل ده كله، وعايز منتخبك يوصل لكاس عالم. هتعمل ايه في كاس العالم؟ هتروح تاخد على دماغك وترجع؟ طب ايه لازمته؟ ابني منتخب قوي زي ما قلت لك، محليا ودوليا. هل ده هيتبنى باللعيبه الموجوده بالعقليات الموجوده؟ لا لازم نغير بقى اللي احنا كلنا هتغير اتكلمنا مين فيها. بقى؟ ايه هتغير كل رؤساء الانديه المنظومه كلها، رؤاسه الانديه والمعلقين والله بص، والمخرجين والحكام واللعيبة. واللعيبه يعني مش ولا حكم مصري احترف. لا في مش محترف، هو مفيش احتراف في الحكام، بس في حكام دوليين. في حكام دوليين. قصدي حكام دوليين في- يطلع في اوروبا. في مش اوروبا، مش اوروبا، حكام دوليين كاس في. عالم يطلعوا يضربوا في. بيطلعوا فاهم. عندنا بس وحد قدام بس يفتحوا بس تقريباً. مش كتير يعني. انا في نقطه برضو يعني حابب اقولها كده في الاخر، اللي احنا بنسلط الضوء برضو على اللعيبه، بنسلط الضوء على اللعيبه والفنانين، وبنسلطش الضوء على المخترعين. في انا ما قلتش حاجه غلط، بنسلط اهو، ما بنسلطش الضوء على مخترعين دارس ومبتكرين. دراسات. ما خلاص بقى يعني فلتة لسان، وما بنسلطش الضوء يعني بقى الاثنين فيهم حاجه. يعني بيفلت منك بيقع على صدرك. انا ما بفهمش سيبني بالله عليك. فاحنا ما بنسلطش ضوء على مخترعين او مبتكرين او ناس بتعمل حاجه كويسه زي مجدي يعقوب اللي عمل الاختراع العظيم اللي هو عمله تمام، ان اللي هيخدم البشريه كلها. فلازم نسلط الضوء برضو، وده اللي بيحصل في الدول الاوروبيه. عشان كده في اختلاف ثقافات ما بيننا، ثقافات. فاللي هو اللي احنا بنحاول على طريقه لازم نسلط الضوء على ده وعلى ده. ما منكرش ان اللعيبه ده حاجه كويسه جدا ومتعه، والفنانين نفس القصه، بس برضه نسلط الضوء على الناس اللي بتخترع وبتبتكر. يعني في ناس كتير عندنا تستحق ده، بس في ناس كتير تستحق كل خير يعني فاهم، بس الا لعيبه الدوري المصري. برضه راجل ضد اللعيبه. لا انا لما الاقي لعيب، عنده لما الاقي حد يعد لي اكتر من 10 لعيبه محترفين، مش محترفين بيلعبوا بره يعني، محليين حلوين بره عن الزمالك والاهلي، بره عن الزمالك والاهلي فاهم، ساعتها هبقى اجي اقول لهم انا اسف. غير كده نتمنى ان يبقى في منتخب قوي ودوري قوي، نتمنى ده ونصلح السلبيات اللي موجوده عندنا. انت عايز تقول حاجه في معانا في والله انا كان نفسي اتكلم على الدوري الانجليزي بس خلاص بقى. الدوري الانجليزي مش الدوري المصري يا عم بلا دوري مصري بلا اعرف. انا بقول لك انا ما بتفرجش عليه الا بعد نص النهائي، ولو كمان شفت لو لو شفت سمحتوا النهائي. اسمه دوري نايل. نايل خلاص ده الصدر الحمد لله فاهم. وبالمصري كده احلى مسا عليكم. بالمصري كده احلى مسا عليكم. صباحكم فول.